السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل بسكويت. هعمل كيلو بسكويت، بس كيلو واحد يعني. هنصلي على النبي كده في الكومنتات ونقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. هنقول بقى المقادير بتاعتنا. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي ايه؟ ربع كيلو. دي ربع كيلو يعني 250 جرام سمنة. دي ربع كيلو سمنة يعني 250 جرام. ومعايا هنا ايه؟ ربع كيلو برضو ايه سكر بودرة 250 جرام برضو، ربع كيلو يعني. ومعايا هنا ايه؟ نص كوباية عصير برتقال. ده الكوباية دي مش كبيرة، كوباية يعني صغيرة وسط يعني. ومعايا هنا 4 بيضات. 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. بس السمنة انا مطلعاها من التلاجة. ومعايا 4 فانيليا. وهناخد معلقة بيكنج باودر واحدة. وهنقول بسم الله. ومعايا طبعا كيلو دقيق. ده كيلو دقيق. هنبدأ ونقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بس حاجة احط فيها اضرب بها السمنة والسكر يعني. اول حاجة ايه؟ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط السمنة كده. متجمدة ازاي؟ متجمدة يعني. بتتعمل ازاي؟ هي لازم تبقى في التلاجة، بس الدنيا برد يعني. ممكن ايه لو عندك سمنة بره وما تحطهاش في التلاجة، هي بتبقى متجمدة برضه بره يعني، من الجو الجميل اللي احنا فيه ده. انا كده حطيت السمنة. اعملها بس كده. هفكفكها، عايزة حاجة ادقها بيها. هشوف بس الهراسة بتاعت البطاطس دي ههرسها بيها علشان دي جامدة قوي. جبت الهراسة اهيت وعملت بيها فعلا حلوة صراحة. عملت لي السمنة. بس عملت ازاي؟ اول كانت ماسكة ببعضيها، بقى هرستها زي البطاطس. وهناخد السكر على السمنة كده. وعندنا 250 جرام سمنة يعني ربع كيلو، و250 جرام سكر يعني ربع كيلو برضه، يعني ربع سمنة وربع سكر. معاكم كده ببعض. هفضل ادعك فيهم لغايه ما ايه الاقي زي الكريمه كده، عشان ايه افك السمنه كلها ما تبقاش فيها اي كلاكيع. خلاص كده فكت السمنه كلها. بص عاملين عامله زي الكريمه كده ازاي؟ بقت كريمه خالص كده. هنزل بقى بايه؟ بالبيض. هجيب البيض كده وانزل بيه اهو، بيضه بيضه كده. زيت البضايه بضايه كده. دي اخر واحده. طبعا كيلو دقيق بيتحط له ايه 4 بيضات. ننزل بايه بقى؟ معايا بقى ايه؟ كل بضايه عليها باكو فانيليا. حط كل بضايه باكو فانيليا، يعني معايا 4 فانيليا. لو عندك بقى فانيليا سايلة حطي معلقة فانيليا صغيرة، معلقة صغيرة فانيليا. خلاص كده. زي الكيكة. هجيب بس معلقة، هغسل ايدي كده اشطفها شطفة واحدة كده. هنا بقى اخد معلقة بيكنج باودر كبيرة، معلقة واحدة بس اهي، معلقة حتى ممسوحة يعني ايه
عايزين غير معلقه. انا هنا ما حطيتش نشادر خالص، هحط برتقان، وحتى لو ما حطيتش برتقان بحط لبن وما بحطش نشادر. ليه بقى؟ لان النشادر دي بتنفخ البسكويته وبتخليها من جوه طريه كده مش حلوه. لا يعني النشادر بتبوظ البسكويت من الاخر. خلاص كده اهو، حطينا البيكنج باودر والفانيليا وكله. هحط ايه بقى؟ هاخد ربع كوبايه بس لغايه ما نشوف العجين، وخلي الربع التاني. خلاص كده هجيب الدقيق بقى واحلله عليه وارجع لكم تاني. الدقيق بقى هنخله هنا على العجين ده اللي احنا عملناه. خلاص كده دخلت الدقيق، هبتدي اخد بقى من تحت لفوق كده لغايه ما ايه اشرب الدقيق كله اللي احنا عملناه الاول ده. مش هنعجن بقى زي البسكويت، ما بيتعجنش زي الكيكه يعني، ما يتعجنش، تلميه كده لغايه ما كله ايه العجين يتلم كده مع بعض. يعني تدخلي كده لغايه ما تلم العجين. هلمه بقى وارجع لكم تاني بنفس الطريقه، يعني تاخدي من فوق لتحت كده وتلمي كده كده، تمشي بايدك كده وارجع لكم كده. خلاص خلصت العجينه طريه وجميله اهي. اروح بقى على المكنه علشان ايه هنعملها بالمكنه. هنا بقى جينا في المكنه جواها جينا في المكنه وهنعمل بقى ايه. حطيت حته عجينه كده وهنشوف يعني نص كوبايه البرتقال وربع كوبايه يعني معلقتين لبن كمان، ربع كوبايه صغننين قوي نلم بيهم العجينه. هنسويه بقى واوريهولكم. ولا بيتقطع ولا حاجه اهو. هنشوفه بقى ايه بعد التسويه. ولا هو بيتفتفت ولا بيقع من المكنه ولا هيفرش ان شاء الله ولا اي حاجه. هسويه، هعمل صاج واسويه واوريهولكم. حلو قوي كده. بصي يا حبايبي انا سويت البسكويت طلع ازاي، ولا فارش بقى ولا اي حاجه. بصوا النقشه باينه ازاي فيه. طبعا انا ما بدهنش الصاجات بتاعه البسكويت، ما بدهنهاش سمنه كده على طول. وادي النقشه باينه فيها. طبعا لو حطينا نشادر النقشه دي بتختفي خالص، لانه بقى بيفرش كده وبيعلى. ده انا حاطه له سكر كتير حتى، يعني المفروض ان هو بيقولوا السكر بيخليه يفرش، ولا فرش ولا اي حاجه، وزي الفل اهو ما شاء الله. اللي وصل معايا بقى لغايه كده يعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. لو عجبكم البسكويت الجميل ده اسمعوا بقى القرمشه دي ايه موز شوفي دي خفيفه ازاي بقى، خفيفه كده ومقرمشه وجميله. دلوقتي بقى اقول لكم تعالوا اتفضلوا معانا وشوفوا وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا حبايبي.